وبعد أن رصدنا لكم في 4 أجزاء سابقة أبرز وأهم الصفقات التي أبرمتها مختلف الأندية بشكل رسمي استعدادا للموسم الجديد، موعدنا اليوم مع الجزء الخامس، بحيث سنقدم لكم أقوى 10 صفقات جديدة تمت رسميا هذا الصيف. أمين حارث وكوندوبيا إلى مارسيليا. بعد موسمين قضاهما المغربي أمين حارث كمعار من شالكا إلى مارسيليا، أعلن الأخير تفعيل خيار الشراء وحصوله على خدمات لاعب الوسط والجناح بشكل نهائي حتى صيف 2027 مقابل 5 ملايين يورو. وانضم البالغ 26 عاما إلى مارسيليا صيف 2021 على سبيل الإعارة التي تجددت لموسم آخر في صيف 2022. وخلال الموسم المنقضي لعب 16 مباراة قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي في نوفمبر الماضي أدى لغيابه عن مونديال قطر. وإلى جانب حارث أعلن مارسيليا تعاقده أيضا مع جيوفري كوندوبيا لاعب وسط أفريقيا الوسطى قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 8 ملايين يورو، بعدما قضى 3 أعوام رفقة الروخ بلانكوس على أن يرتبط صاحب 30 عاما مع النادي الفرنسي بعقد ل4 سنوات. إدوارد ميندي إلى أهل جدة. بعد انتقال مواطنه خالدو كوليبالي إلى الهلال وزميله السابق نغولو كانتي إلى الاتحاد، حط الحارس السنغالي رحاله هو الآخر على الأراضي السعودية بالانتقال إلى أهل جدة قادما من تشيلسي لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026 مقابل 18.5 مليون يورو، مع راتب سنوي يقدر ب 12 مليون يورو، إلى جانب بنود إضافية ومكافآت كحوافز. وبذلك يغادر صاحب 31 عام قلعة ستانفورد بريدج عقب 3 مواسم توج خلالها ب3 ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا، ناهيك عن حصوله على جائزة أفضل حارس في أوروبا والعالم لعام 2021، لكنه فقد الرسمية لصالح كيبا في الموسم الماضي. جواو جوتا إلى اتحاد جدة. يواصل الاتحاد السعودي نشاطه في سوق الانتقالات، وبعد التعاقد مع بنزيما وكانتي نجح العميد في ضم الجناح البرتغالي جواو بيدرو نيفيز الملقب بجوتا قادما من سيلتيك لمدة 3 مواسم مقابل 29 مليون يورو، لينهي بذلك صاحب 24 عاما مسيرة استمرت لموسمين مع عملاق اسكتلندا، حيث يلعب بصفوفه منذ صيف 2021 وشارك في 33 مباراة أحرز بها 28 هدفا وصنع 26، كما ساهم في التتويج بلقب الدوري الاسكتلندي مرتين، كأس اسكتلندا مرة وكأس الرابطة مرتين. ماركوس تورام إلى إنتر ميلان. على خطى والده ليليان تورام نجم بارما ويوفنتوس السابق، يستعد المهاجم الفرنسي لخوض تجربة جديدة في الكالتشيو بانتقاله إلى إنتر ميلان في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بروسيا مونشنغلادباخ، كما سيرتبط اللاعب بعقد مع الأفاعي حتى صيف 2028 وبراتب سنوي يقدر ب6 ملايين يورو من دون المكافآت الإضافية، مع شرط جزائي قيمته 95 مليون يورو. وكان صاحب 25 عاما محط اهتمام أندية عديدة أبرزها ميلان وسان جيرمان، لكنه اختار مشروع وصيف بطل أوروبا علما بأنه خاض 134 مباراة بقميص مونشنغلادباخ أحرز بها 44 هدفا وصنع 29، كما لديه 10 مباريات دولية مع الديوك، وكان حاضرا في وصافة مونديال قطر الأخير. روبرتو فيرمينو إلى أهل جدة. بعد السنغالي إدوارد ميندي نجم جديد يغادر القارة العجوز ليلتحق بصفوف الأهلي السعودي، حيث أعلن النادي العائد مؤخرا إلى دوري روشن تعاقده مع المهاجم البرازيلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ليفربول. وسيرتبط صاحب 31 عام مع الفريق بعقد مدته 3 أعوام مقابل أجر سنوي يقدر ب20 مليون يورو، ليودع فيرمينو بذلك ملاعب أوروبا بعد 12 عاما قضاها مع هوفنهايم ثم ليفربول، الذي خاض معه 362 مباراة سجل بها 111 هدفا وصنع 79، كما توج ب7 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا، البريمير ليج،
وكأس العالم للأندية. مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر. بعد فشل محاولات برشلونة لضم لاعب الوسط الكرواتي، تدخل النصر السعودي وحسم الأمور لصالحه، معلنا تعاقده مع صاحب 30 عام لمدة 3 مواسم مقابل 18 مليون يورو دفعها لإنتر ميلان. وكان بروزوفيتش أحد أعمدة نيراتزوري الرئيسية منذ انضمامه للفريق في صيف 2016 قادما من دينامو زغرب، كما أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي مرة، كأس السوبر مرتين، ومثلهما لكأس إيطاليا. وكذلك لعب دورا في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من السيتي. ودوليا شارك في تحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022. جيمس ماديسون إلى توتنهام. بعد هبوط ليستر سيتي إلى تشامبيونشيب، تلقى صانع الألعاب الإنجليزي عروضا عدة للبقاء في البريمير ليج، أبرزها من نيوكاسل وتوتنهام. وفي النهاية تفوق الأخير، حيث نجح في التعاقد مع صاحب 26 عام لمدة 5 سنوات مقابل 46 مليون يورو بخلاف المتغيرات. ويرتدي ماديسون قميص الثعالب منذ صيف 2018، وخلال 5 مواسم مع الفريق سجل 55 هدفا وصنع 41 في 203 مباراة، كما ساهم في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة ومثلها لكأس الدرع الخيرية. لكنه قرر مؤخرا خوض التجربة بقميص سبيرز، مؤكدا أن مدرب الفريق الجديد أنجي بوستيكوغلو لعب دورا كبيرا في إقناعه. دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول. ثاني صفقات ليفربول الصيفية بعد التعاقد مع الأرجنتيني ماك أليستر، حيث أعلن النادي الإنجليزي ضم لاعب الوسط والجناح المجري قادما من لايبزيغ لمدة 5 سنوات مقابل 70 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، كثالث أغلى صفقة في تاريخ النادي. وسيرتدي صاحب 22 عاما القميص رقم 8 خلفا للغيني نابي كيتا، ليسير على خطى أحد أبطال طفولته ستيفن جيرارد أسطورة الريدز، والذي قال سوبوسلاي بأنه يمتلك وشما له واعتاد مشاهدته منذ أن كان طفلا. وكان النجم المجري قد حمل شعار لايبزيغ في شتاء 2021 ليخوض 91 مباراة سجل بها 20 هدفا وصنع 22، كما ساهم في فوز الفريق بكأس ألمانيا آخر موسمين. ساندرو تونالي إلى نيوكاسل. بعد 6 سنوات قضاها في جنة كرة القدم على صعيد الكبار، يغادر لاعب الوسط الإيطالي نحو إنجلترا ليرتدي قميص نيوكاسل الذي أعلن رسميا تعاقده مع صاحب 23 عام قادما من ميلان حتى صيف 2028 مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة لنسبة 10% من قيمة بيعه مستقبلا. وأصبح تونالي بذلك أغلى لاعب إيطالي في التاريخ وأغلى صفقة في تاريخ الماكابايز، متساويا مع السويدي ألكسندر إيزاك، وأغلى صفقة بيع في تاريخ ميلان متفوقا على كاكا، علما بأنه كان قد انتقل للروسونيري صيف 2020 ليخوض 130 مباراة أحرز بها 7 أهداف وصنع 13، كما ساهم في تتويج الفريق بكالتشو الموسم قبل الماضي لأول مرة منذ 11 عام. ماثيو كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي. لتعويض رحيل غوندوغان إلى برشلونة، تعاقد السيتي مع لاعب الوسط الكرواتي قادما من تشيلسي بعقد ل4 سنوات حتى صيف 2027 مقابل 29 مليون يورو، بالإضافة ل5 ملايين أخرى كمتغيرات. وبذلك أسدل صاحب 29 عاما الستار على 4 سنوات قضاها مع البلوز، وشهد ظهوره في 221 مباراة سجل بها 6 أهداف مع 15 تمريرة حاسمة، كما ساهم في التتويج ب4 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. نختم هذا التقرير بالإشارة لبعض المواهب العربية الواعدة التي انتقلت بدورها لخوض تجارب جديدة، ونخص بالذكر العراقي زيدان إقبال المنتقل من مانشستر يونايتد إلى أوتريخت مقابل 1,000,000 يورو، والإسباني صاحب الأصول المغربية إلياس أخوماش المنتقل مجانا إلى فاياريال بعد نهاية عقده مع برشلونة.